ازاي تكون بياع شاطر بارت 8. من اكتر الاسئله اللي هتلاقيها بتدور في ذهنك لو انت عندك فكره وعايز تفتح بيزنس ليك هي اخد معايا شريك ولا ما اخدش. فخلينا نقول كده ان انت لازم انت الوحيد اللي تجاوب على السؤال ده. هتجاوب عليه من منطلق هل الفكره دي بتاعتك انت بس ولا في حد فكر معاك فيه او ساعدك ان انت توصل لها. في الحاله دي هيكون ليه حقيه ان هو يبقى شريك معاك فيها. طب لو الفكره دي بتاعت حضرتك بس فانا شخصيا برجح ان لا ما تاخدش معاك شريك. بس هل ده معناه ان انا هعمل كل الشغل بتاع البيزنس لوحدي؟ لا برضو اكيد انت مش اخطبوط يعني مش هتعرف تعمل كل ده لوحدك. ابدأ ان انت تعرف جوانب البيزنس بتاعك هو عايز مين بالظبط ويكون عنده كفاءة ايه بالظبط، وابدأ دور بنفسك في المجالات دي. مش شرط تتقنها بس لازم تكون فاهم عنها وعارف الشخص اللي انت هتجيبه يعمل ايه بالظبط. وبعد كده روح ودور على ناس يكونوا متواجدين معاك، وحاول الناس اللي انت تلاقيهم دول ما يكونوش ناس عندهم نفس الطباع والخصائص بتاعتك، عشان قدام البيزنس بيكون تقيل وبيكون محتاج حد يزق معاك. فحاول ان انت تاخد ناس هم بطباع وافكار مختلفة. يعني ما تروحش تجيب لي صاحبك اللي هو نفس الخصائص بتاعتك بالظبط فلما تناموا سوا ولما اصحوا سوا. وده بقى فن اختيار الناس اللي تشتغل معاك اللي بيهم ممكن البيزنس بتاعك يطلع ل7 سما او ينزل ل7 ارض.